تعالوا اوريكم طريقه عمل الوافلز البلجيكي، حلوه قوي لفطار الويكند، وتقدروا تحطوا عليها اللي انتوا عايزينه سواء سيرب او نوتيلا او حتى سكر بودره، بس زي ما انا عملت. اول حاجه هنبدا بان احنا نحط كل المكونات الجافه مع بعض، اللي هي الدقيق والبيكنج باودر والسكر والملح. كل ده هننخله مع بعض ونقلبه ونسيبه على جنب. الخطوه التانية هي ان احنا هنفصل البيض الصفار عن البياض. هنحط الصفار في بولة والبياض في بولة تانية، بس خلوا بالكم ان البولة اللي هنحط فيها البياض هي والميكسر اللي هنستعمله يبقوا نضاف ومفهومش ولا مية ولا فيهم اي حاجة، علشان البياض يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده في الفيديو. ناخد بقى صفار البيض ونزود عليه الزيت واللبن والفانيليا، ونضرب كل ده مع بعض ونخلطه كويس قوي قوي لحد ما كله يختلط مع بعض. بعد ما يختلطوا مع بعض هناخد بياض البيض اللي كنا ضاربينه بالهاند ميكسر وننزله على خليط الصفار ده ونقلب كويس. بعد ما يتقلبوا نحط المكونات الجافة اللي كنا محضرينها في الأول، ونخلط بقى الخليط كله مع بعضه كويس لحد ما الدقيق ما يبقاش ظاهر ويبقى يعني زي عجينة كده متجانسة. سواء بقى هتستعملوا الوافل ميكر او صينية وافلز عادية على البوتاجاز تدهنوها بزيت، وتحطوا بقى كمية العجينة على حسب حجم الصينية بتاعتكم. انا استعملت تلت كوباية. ممكن بقى لو تحبوا تجهزوا العجينة من بالليل وتسووها الصبح على طول. جربوها وانا متأكدة ان هي هتعجبكم جدا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتبعتوا الفيديو لحد بيحب الوافلز. وبالهنا والشفا، واكتبوا لي في الكومنتس رأيكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو.